السلام عليكم واهلا بيكم. هتصدق لما اقولك ان مصر حاليا بصدد دخول حرب صناعيه عشان تضرب كل المنافسين في الاسواق الاوروبيه؟ حقك ما تصدقش، بس اللي انا جاي اقوله لك ان في خطوات كتيره وكبيره مصر بتستعد انها تحققها. مش هقول لك السنه الجايه او الفتره المقبله بشكل عام، لا دي الشهر الجاي. الخطوه دي بتمثل تحقيق نهضه كبيره. كورونا لما جت اثرت على الانطلاقه اللي كانت محطوطه قبل كده بالميعاد، ولكن تم الاستفاقه مره تانية عشان يتم انعاش الجانب الاقتصادي المهم. الانطلاقه هنا في صناعه الغزل والنسيج، أهم وأكبر الصناعات المصرية واللي بتمثل حصتها 25% من قطاع الملابس كله. تحدي كبير قدام الحكومة، يا ترى هتقدر عليه ولا الظروف الاقتصادية المتسارعة هيكون ليها رأي تاني؟ خلينا في المراية نعكس كل الكواليس ونقول الجديد اللي محدش قاله قبل كده. جهز نفسك لحلقة قوية كلها معلومات. أخوكم محمد فرج يحييكم. في البداية خليني أقول لك إن رغم إن المصانع كانت مفتوحة لكن صادرات المنسوجات قلت حوالي 14% في 2020 بواقع 2.8 مليار دولار، لأنها كانت بتمثل حوالي 3.7 مليار دولار في السنة اللي قبلها 2019. لكن من المتوقع إنه هيتعافى كل القصص دي تدريجيا مع زيادة الاستثمارات الأجنبية واللي وصلت 17.5 مليار دولار. كمان الحكومة بتفكر إنها تضاعف صادراتها من المنسوجات والملابس 4 مرات عن الأول في بداية 2025، يعني قدامنا سنة بالظبط للتحول الرهيب والكبير ده. عايزك تعرف إن صناعة الغزل والنسيج واحدة من ال5 صناعات الأساسية للاقتصاد المصري، غير إنها المورد الرئيسي للمواد النسيجية الأولية للملابس وأصحاب المنسوجات الصناعية والمنزلية على المستوى الدولي والمحلي. كمان قادرة إن هي توصل لأسواق المنسوجات في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية، لأن هي بتمثل 50% من صادراتها لأمريكا و30% لدول أوروبا. من يجي 7000 سنة وأكتر مصر مشهورة بصناعة الغزل والنسيج والقماش، لأنها تعتبر من الصناعات الرئيسية فيها. وفعلا مصر بتتميز بحرفتها في القطاع ده لأنه مش حاجة جديدة عليها، ده من عهد الفراعنة الصناعة اتقدمت واتطورت لحد ما وصلت دلوقتي. كمان شغل غزل الكتان والقطن ده حرفة مصرية قديمة، والصوف والحرير وغيره، وكل القصص دي احنا بارعين فيها تماما. ايه أهمية صناعة الغزل والنسيج في مصر؟ صناعة الغزل والنسيج من القطاعات الصناعية الحيوية في الاقتصاد المصري، وليها أهمية كبيرة جدا في قطاع الصادرات المصرية، وتعتبر من أكثر القطاعات اللي بتساهم في تصدير الإنتاج المحلي. كمان القطاع متصنف كمرتبة 5 في إمداد الدول بالعملات الأجنبية بعد البترول، وبيوصل عدد الشركات المساهمة في قطاع الصناعات النسيجية في مصر حوالي 3000 شركة موزعة على القطاعات العام والخاص والاستثماري، و31 شركة للقطاع العام غير المصانع. وكل ده بيزود ويعزز من قوة الاقتصاد المصري. إيه السبب في نجاح قطاع الغزل والنسيج في مصر؟ السبب في نجاح القطاع هو إنها بتتميز في توافر المواد الخام، واللي من أهمها القطن المصري، واللي بتصدر منه كميات كبيرة لتركيا والهند وغيره. خصوصا إن مصر الوحيدة أكبر دولة منتجة للقطن طويل التيلة في أفريقيا، ورغم إن الدنيا قلت شوية بس برضو إحنا الأفضل. ده غير إن الحكومة المصرية بتشتغل على إنها بتقدم برامج تدريبية عشان تطور وترفع من مستوى مهارات القوى العاملة. كمان السوق المصري سوق استهلاكي كويس جدا، وبيتميز بانه قريب من الاسواق الاوروبيه، لان الموقع بتاعنا بيخلينا نقدر نصدر البضائع بكل سهوله وبشكل سريع لافريقيا واوروبا واسيا. كمان مصر عندها بنية تحتية متطورة جدا من الطرق وشبكات الكهرباء والري والمواني، 15 ميناء بحري تقريبا على أرضها غير مصانعها في قطاع الملابس اللي بيمثل مركز كويس جدا ومهم لتصدير المنتجات. فبالتالي في خطة متكاملة في المنطقة المحيطة حسب توافق معايير واتفاقات كل بلد. ودي برضو نقطة مهمة جدا، ومش أي حد يقدر يعمل البالانس ده. مراحل تطور صناعة الغزل والنسيج في مصر. تعالى يا ريس نرجع بالزمن كده لورا ونشوف الغزل والنسيج ازاي وصل للمرحلة اللي هو فيها. الغزل والنسيج مصر كانت متطورة فيه من أيام الفراعنة، وكانت بتتميز بأنها بتصنع الهدوم والمنسوجات اللي هتسد احتياجاتهم اليومية من الكتان وغيره، واستخدموا الصبغات التلوينية بأدوات بسيطة جدا. بعدها في عصر البطالمة طوروا من الصناعة عن طريق أنهم عملوا ورش خاصة للغزل والنسيج،
ازدهرت الأمور بعد الفتوحات الإسلامية في مصر، وده اللي زود من اقتصاد مصر ساعتها، واللي كانت منسوجاتها بتشتهر بأنها عالية من ناحية الجودة والدقة، وده اللي خلاها تبعت كسوة الكعبة المشرفة كل سنة. الحكومة دلوقتي بتحاول بكل طرقها إن هي تطور من القطاع وتوفر كل التسهيلات اللي هيحتاجها وتشجع الاستثمار، ودي نقطة مهمة جدا. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاستثمار بموجب قانون الاستثمار هيدي المستثمرين الحق في انهم يبقى ليهم ملكية تامة على استثماراتهم. الحكومة شغالة بشكل كويس جدا في ان هي تحسن من اساليب الانتاج والالات وتدريب العمال، وكل ده للنهوض بشكل اسرع بقطاع الغزل والنسيج، لانه ليه تاريخ عظيم ووضع ما ينفعش نقل عنه قدام العالم. مصر هتفتتح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، وهيكون في مدينة المحلة الكبرى. الاحتماليات الأكيدة بتقول إن الافتتاح ده بنسبة كبيرة هيكون الشهر اللي جاي. الشركة القابضة للغزل والنسيج بدأت تستعد بشكل نهائي لتشغيل المصنع اللي هيتم تنفيذه تبع مشروعات مصر القومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج. عايز أقول لك إن المصنع ده مساحته حوالي 62 ألف متر مربع، ونسبة الإنتاجية في متوسط 30 طن يوميا من الغزول الرافعة والسميكة. خليني صريح معاك وأقول لك إن أول طوبة اتبنت في إطار التطوير من بدري، وكان أقربها في 2021 لما الشركة القابضة وقعت عقد إنشاء مصنع غزل واحد الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة مع شركة جمل الإنشاءات بتكلفة 780 مليون جنيه. لكن مصر حاليا بتنفذ مشروعها اللي هيضم 65 مصنع ومبنى خدمي على مستوى الجمهورية. المشروع استثماراته هتعدي 30 مليار جنيه. كمان هدفه انه يتم رفع الانتاج السنوي من الغزول ل 188 الف طن والنسيج ل 198 مليون متر و15 ألف طن من الوبريات و50 مليون قطعة من الهدوم. يعني مشروع مهم جدا وعوائده مهمة جدا جدا بالنسبة لاقتصاد مصر. طيب هل أنا متوفر عندي الخطوات اللي أقدر أضرب بيها الأسواق الأوروبية؟ خليني أقول لك في 5 خطوات. الخطوة الأولى عشان تضرب أي صناعة وتقدر تنافس هي تحسين البنية التحتية، بمعنى يكون عندي نقل وطاقة واتصالات لتسهيل حركة المواد الخام، وتحديث وتطوير المواني لتسريع عمليات التصدير، ودي موجودة. إيه تاني؟ التانية تحسين جودة المنتج، وده اللي حصل بأن في خطوات فعلية في تطوير المعدات والتكنولوجيا لتحسين الإنتاج وتطوير الألياف والمواد الخام. إيه تاني؟ تعزيز التدريب والتعليم، ودي خطوة التالتة، وبالفعل في برامج شغالين عليها وتدريب من نار للعمال في صناعة الغزل والنسيج، واللي بالفطرة احنا عندنا طفرات في التعليم الفني والتقني. الخطوة الرابعة تشجيع الابتكار والتصميم، تم بالفعل من خلال إقامة مراكز بحث وتطوير مع وجود فنيين متطورين بيستخدموا الوسائل التكنولوجيا الحديثة والبرامج الذكية لتصميم أفضل حاجة. الخطوة الخامسة تعزيز التصدير، وده من خلال المشاركات الأخيرة في المعارض الدولية تحت شعار صنع في مصر، وده بيؤدي لتعزيز العلامة التجارية لمصر وزيادة الوعي الدولي حول المنتجات المصرية في النسيج. تم بدء عملية الإنتاج الفعلي للمصنع 4 لشركة مصر للغزل والنسيج، واللي يعتبر أول المصانع الجديدة اللي هيجر وراه باقي تشغيل المصانع بالتدريج. يعني من الآخر وزارة قطاع الأعمال والحكومة المصرية مهتمين بشكل كبير بقطاع الغزل والنسيج، ومصر بتتمتع بمكانتها المميزة وتصديرها للأسواق الأوروبية والإفريقية، ومن الذكاء إنك تستغل مكانك عشان تزود استثماراتك، وده اللي الحكومة المصرية بتعمله حاليا في القطاع ده. كمان كون إن مصر هتفتح أكبر مصنع للغزل ليها في المحلة الشهر الجاي هيحيي مدينة الغزل والنسيج، وعن طريق المصنع ده مصر ممكن تحقق الطفرة المنتظرة. ولا انت ليك رأي تاني يا ريس؟ قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. السلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.